أثبت الطب الحديث أن التوت مفيدا جدا في حالات فقر الدم وأورام الحلق واللثة، وله تأثيرات فعالة في خفض درجة الحرارة وفي حالات الحميات والحصبة، كما إنه يفيد في حالات العطش. ويستخدم عصير التوت في المجال الطبي لإضافته مع الأدوية بغرض التلوين وتحسين الطعم. وقد اتضح في السنوات الأخيرة أن جذور التوت لها خواص مسهلة للمعدة والأمعاء وطاردة للديدان، كما إن آخر الدراسات العلمية تؤكد أن للتوت تأثيرا هرمونيا ذكريا، وهو بذلك يعتبر مفيدا لحالات الضعف الجنسي، ويعمل أيضا على خفض نسبة السكر في الدم والبول، وهو بذلك مفيد لحالات ارتفاع نسبة السكر في الدم وأمراض الكبد وحالات السعال والحصبة. اكتشف الخبراء أن ثمار التوت تحتوي على كمية كبيرة من الأملاح المعدنية مثل الفسفور والصوديوم والبوتاسيوم، إضافة إلى الكالسيوم والحديد والنحاس والمنغنيز والكبريت والكلور، وبذلك أحبتي الكرام يعتبر مصدرا ممتازا للأملاح المعدنية. كما ويحتوي على الفيتامينات A و B و G، بالإضافة إلى البروتين والمواد الدهنية والسكرية وحامض الليمون. وتبلغ القيمة الحرارية لكل 100 غرام من التوت حوالي 7.5 من السعرات الحرارية، وبذلك يعتبر تناول التوت مفيدا جدا في حالات فقر الدم والحلق واللثة. قال الأطباء إن للتوت استعمالات داخلية، ومنها يستخدم عصير التوت كغرغرة وشراب 3 مرات في اليوم لحالات الحميات والتهاب الحنجرة والحصبة، كما ويشرب مغلية جذور التوت بمعدل كوب واحد يوميا على الريق صباحا، وذلك لعلاج حالات الإسهال وطرد الديدان المعوية. ويستخدم مغلي الأزهار والأوراق الطازجة، وأيضا تؤكل الثمار طازجة لتأثيرها المطهر، وذلك لعلاج التهابات الفم والأمعاء والاضطرابات الهضمية. وتؤكل الثمار طازجة وتشرب أيضا كعصير 3 مرات يوميا لعلاج الضعف الجنسي ومرض السكر. واكتشف علماء التجميل لعلاج حب الشباب وتطهير وتنعيم البشر، حيث أن التوت الطازج يستخدم بعد هرسه على هيئة قناع للوجه لمدة ما بين 20 إلى 30 دقيقة، ثم يزال بعد ذلك بالماء الفاتر ويغسل الوجه بماء الورد، وتكرر هذه العملية مرتين أسبوعيا، أي كل 3 أيام. ويحتوي التوت على فيتامينات A و B1 و T، فهو مقوي ومرطب مطهر وملين، ويستعمل ضد الوهن النفسي والنزيف والإمساك والتهاب الأمعاء وعلل الصدر. وقد ذكر الخبراء أن التوت الشامي يفيد المصابين بفقر الدم وضعف الكبد والسعال والحصبة والجدري وأورام الحلق، ويخفف الحرارة والعطش. هذا وقد وجد الباحثون بعد دراسة فوائد 3 أنواع من التوت إن خلاصة التوت سببت ارتخاء الشرايين التاجية للقلب، كما قللت التراكيز العالية من تعرض الشرايين لعمليات الأكسدة وحمتها من التلف، فيما قدم النوعان الآخران حماية جزئية. وأخيرا أحبتي الكرام، نقول بأنه قد عرفت الآثار الصحية للتوت منذ عهد أبقراط، حيث استخدمه كمضادات للالتهاب والروماتيزم ومدررات للبول ومواد ملينة للأمعاء، إلى جانب استخدامها كعلاجات لأمراض الزحار واضطرابات المعدة ومرض الأسطربوط والمشكلات البولية.